ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اتمنى انه يكون كله في السنتراكس. عارف بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، وعارف ان انا اتاخرت عليكم، بس انا مش كل شويه اطلع بقى افضل اطلع ابرر لكم انا ليه ما بنزلش فيديوهات وبتاع. المفروض يعني انكم تكونوا اتعودتوا، وبعدين يعني انا ما اقدرش استغنى عنكم عشان بتربطنا عشره يوتيوبيه، وانتم بتوحشوني وانا بحبكم. وبالمناسبه دي انا حبيت اشارككم حاجه، وهو جبت علبه جبنه جديده، ودي حاجه ما بتحصلش غير مره كل شهر تقريبا، فانا حبيت اشارككم الانجاز دوت عشان ده ما بيحصلش غير مره كل شهر. وكمان جايب هدومتي علشان تعرفوا ان انا متربي على الغالي، اللي انا قلت لكم اصلا ما تجيبهاش الفيديو اللي فات. فدي بوينت ان انا لو اختنيت هدوس عليكم. المفروض بقى ان علبه الجبنه دي هتتقسم على شهر كامل، يعني كل يوم هاخد منها معلقه كده، مش معلقه، لا، هغرف بظهر المعلقه في رغيف عيش تموين عادي علشان اكمل معايا الشهر، عشان يعني انا مش كل شويه اجيب غيرها، انا مش مدير البنك المركزي، يعني دي مره من نفسنا كده وبس. يعني ده اللي انا كنت عايز اقوله. المهم كان ظهر ترند كده من فتره ان اي حد بيقول رايه عن اي حاجه هتلاقي الناس في الكومنتات بتكتب له اسامي محافظات ومراكز، تنزل صور حاجات تدل على الفقر. مبدئيا قبل اي حاجه سيبك من كلمه الفقر مش عيب، لا، لان الفقر عيب. انت فقير وجربوع وشغال بيوميه 120 جنيه، ولو اتاخرت 5 دقايق بتخصم منك 50 جنيه ووجبه، وساعات بيضحكوا عليكم ما بيدوكش الوجبه كمان. فلا يا اسطى، الفقر عيب، وانت لازم تغير من حياتك الزباله دي. فلا يا اسطى، الفقر عيب. المهم لو لقيت واحد منزل بوست مثلا بيقول رايه في ميسي، طبيعي واحد وبيقول رايه تلاقي الكومنتات كلها ناس حرفيا تجيب له اسامي محافظات بكره. انت علبه الجبنه العبور لاند اللي عندكم يا اسطى نتنت في الثلاجه، ده انت ساكن في بشتيل، اللي هو انت يلا يا حقير يا جربوع، عايز تقول رايك في ميسي وانت ساكن في البدرشين؟ انت يلا يا نيتن يا اللي بتسخن ميه على البوتاجاز. مثلا كريستيانو بياخد 120 مليون بدل 140 مليون، يلا ده انت ساكن يلا في مركز الفاشن، يلا محافظه المنوفيه يا نتن. المهم وده ياخدنا بقى في نقطه تانية، هو ليه الفقر بقى ماده للسخريه؟ وجهه نظري اتجاه الموضوع ده الحقيقه ان الناس ما بقتش عارفه تعيش بسبب الظروف الاقتصاديه اللي احنا بقينا فيها. يعني انا من اسبوع كنت قاعد بتفرج على ماتش اهلي وصن داونز، انا شلت صاحبي وجريت بيه في القهوه من الفرحه لما بس عرفت ان انا حاسب على اليانسون ب 10 بدل ب 12. وبعدين افتح ثلاجه اي حد كده هتلاقي فيها 3 حاجات بالظبط. الرف الاول هتلاقي فيه ميه، الرف الثاني هتلاقي فيه علبتين جبنه وحله رز متبقيه من شهر. ده بقى بتفضل انت بتاكل بواقي الاكل كل يوم، تحط بواقي اكل امبارح، بكره بتحط بواقي اكل اول امبارح، بعد بكره بتحط بواقي اكل اول امبارح. ثلاجه اي حد ما بتخرجش بره الحاجات دي. ازاز ميه، علب جبنه فيتا، حله رز في الرف الثالث. المهم انا قمت بتجربه عمليه من فتره، وانا كنت منزل بوست على الفيس، ويا ريت لو انت مش عندي على الفيس يا ريت تبعت لي اد. وعموما انا مش هقبله طبعا لو حد من البنويت بيشوف الفيديو دوت وعايزه تبقى عندي على الفيس. فلو انت عايزه اديكي الاكونت كله تحت امرك، يعني لسه عادي. حاسس ان انا بقيت سمبل والله. انا كنت نزلت بوست، يعني هوريكم نبذه من الكومنتات. انا كنت بسال عادي ايه علبه الجبنه اللي عندكم في الثلاجه، يعني نوعها ايه؟ طبيعي، سؤال عادي جدا. ايه الجبنه دي يا اخويا يا كبير؟ واحد بيقول لي خلصانه الجبنه يا اخويا. مش تعرفوا بس احنا وصلنا لايه؟ المراعي دي انضف نوع تقريبا. اظنش ان حد عنده المراعي دي من النوادر. عبور يا اسطى الاصلي، جبنه قريش، تمن جبنه اسطنبولي، يا نهار ابيض يا اسطى انت بجد طبقه عاليه جدا. يعني انا محتاج 10 سنين عشان اجيب تمن جبنه اسطنبولي. واحد بيقول لي خلصت ومعناش نجيب غيرها. يعني ايه جبنه؟ حالنا بقى يصعب على دكتور محمود صلاح. وبعدين برضو يعني انا كنت عامل نظريه كده من فتره ومقتنع بيها ان شافعي هو اله الفقراء عند المصريين زمان، ان الانسان اصلا محمد شافعي، وان الارض اصلها دكتور محمود صلاح. يعني انا دلوقتي لو جيت حطيت وش شافعي على وش دكتور محمود صلاح حرفيا مش هيبقى فيه اي فرق. يعني استنوا هنجرب اهمت شافعي اهوت ودكتور محمود صلاح. دلوقتي هحطهم في موقع اي بيعمل فيس سواب، وهوريكم ان فعلا مفيش اي فرق ما بين محمود صلاح ومحمد شافعي. يعني حرفيا هاكد نظريتي دلوقتي اهو يا جدعان. انا في موقع فيس سواب اسمه بيكسلر. دلوقتي هحط صوره محمد شافعي وهحط صوره دكتور محمود صلاح، وهتلاقوا ان مفيش اي فرق حرفيا ما بينهم. وفعلا انا هثبت نظريتي ان فعلا محمد شافعي هو دكتور محمود صلاح بس بصوره تانية، وهطلع انا صح في الاخر. هنشوف دلوقتي اهو. بصوا هو طلعها معاقه حرفيا، مفيش اي فرق بجد، مفيش اي فرق. شافعي هو دكتور محمود صلاح، انا طلعت صح في الاخر. تعبان وقرفان من حياتك؟
علبة الجبنة اللي عندك في التلاجة خلصت ومعكش فلوس تجيب حاجة غيرها ومش لاقي حاجة تاكلها اصلا، البنزين غلي وبقيت تاخدها ماشي عشان توفر فلوس المواصلات. انا جبت لك الحل، والحل انك تحجز تربتك عندنا في تراب شط، التراب اللي مش هتلاقيها عند اي حد تاني. ترابنا واسعة والسعر من الحبايب الف، يعني ممكن تدفن هنا انت واصحابك واهلك وتونسوا بعض وكده. يلا مستني ايه؟ تعالى واحجز عندنا تربتك، ولو دفعت كاش هتاخد عليهم زرعتين صبار هدية. كل اللي هتعمله هتتصل على الارقام اللي هتظهر على الشاشة دي وهتدفع مقدم 20,000 جنيه، والقسط بيبقى على مدار 10 سنين، يعني احفادك هم اللي هيدفعوا القسط، انت مش هتعمل حاجة ما تقلقش. وما تنساش شعارنا كفنك عندنا وموتك وسطنا، فما تضيعش وقت، موت وادينا رنة. معلش على الاعلان اللي ظهر فجاه دوت، معناش امكانيات للاسف ان احنا نعمل اعلانات. وبعدين برضو التراب مش عيب، ويا ريت ما تنسوش تشتروا تربه الشطاطير علشان هتاخدوا صبار هديه، ما تفوتوش العرض ده، عرض لفتره محدوده وهيخلص. يا ريت كلكم تلحقوا تستفيدوا بالعرض وتحجزوا تربه علشان الاعداد محدوده جدا. المهم ان ده جروب اكتشفته بالصدفه، اسمه جروب مساعده الفقراء والمحتاجين. اخش جروب واطلب منهم علبه جبنه على امل ان ممكن حد يساعدني يعني، عشان انا معيش فلوس اجيب علبه جبنه تانية غير اللي انا وريتها لكم دي. فيعني هنشوف هيقولوا لي حد يرد عليا وهيعبرني ولا لا، عشان انا اسود يعني. بس خلونا نجرب يعني، التجربه مش هتخسرنا حاجه. بعد اذنكم انا محتاج علبه جبنه ضروري، جعان، ويا ريت تكون بالبسطرمه عشان نفسي فيها. او مش هنحرم نفسنا من حاجه بقى. اتمنى محدش يسكيب البوست، ولا بلاش يسكيب ده عشان هم فقراء اصلا مش هيفهموها. يعدي البوست ارجوكم. هسيب البوست دوت 3 دقايق بالعدد، ان انا بصور الساعه 4 الفجر، فاكيد ما حدش هيبقى صاحي يعني. وهنشوف الناس يعني هيقولوا ايه. هنشوف هم هيقولوا ايه. عموما يعني اللي انا متاكد منه ان محدش هيعبرني. ما نستنى بقى هنشوف حد هيرد عليا ولا محدش هيعبرني. طب يا جدعان، هو عدى اكتر تقريبا من 7 دقايق ومفيش حد عبرني. مضطر امسح البوست للاسف، عشان دي عنصريه تجاه اصحاب البشره السوداء. انا مش عارف لامتى العنصريه بجد، دي اصحاب البشره السوداء. بس انا مسكتش وعملت تجربه عمليه تانية، لعل وعسى الشخص ده ينقذني يلحقني، ما احسش ان انا لوحدي في الدنيا ديت. النهارده هنتكلم عن الفقر. صراحة كل ما يجي في بالي سيرة الفقر بفتكر كل موقف زبالة عديت بيه في حياتي بسبب الفقر. اولهم موقف جاب لي تروما من وانا في اولى ابتدائي. ساعتها ما كنتش عارف ان الشحاته شغلانه او مهنه. كنت ماشي وشفت واحده بتشحت، كنت فاكر ان الست دي كانت بتشتري حاجه عادي جدا واتزنقت في الفلوس فراحت تفك زنقتها من اي حد يعني معدي. وساعتها انا مصروفي كان 2 جنيه ورحت مطلعهم من جيبي واديتهم لها، راحت بصه في ال2 جنيه وراحت بصالي بتاع 5 ثواني، راحت حاتفه ال2 جنيه في دماغي وشتماني وراحت ماشيه. الفكره ان ساعتها كل اللي جه في دماغي اللي هو ان انا لو كنت ابيض واديتها ال2 جنيه ما كناش هعمل معاها كده. ولو بصينا هنلاقي ان الشحاته اتغيرت فشخ عن زمان، ودلوقتي بقى في شحاتين مشاهير زي الشحات المحظوظ دلوقتي. وبرضه مش هنسى لما خصمت مع الحلاق وقطعته 1.5 سنة عشان الحلاقه بقت ب40 جنيه. وفي ظل الحاله الاقتصاديه العامه دلوقتي بقى احتماليه انك تلاقي جبنه رومي في الثلاجه دي اقل بكتير من احتماليه انك تلاقي عمر الشاطر في بلايند ديت شو. وحابب في الاخر اقول كتير الفقر اللي طلع لنا كائنات معدنه زي السوياس، وفي الاول وفي الاخر احنا عارفين الساس بتروح لمين. الأحوال الاقتصادية في آخر فترة هي في حالة سيئة جدا للأسف، ومحدش مبسوط، وده أكيد بسبب أزمة في العالم كله. يعني أكيد في العالم كله. شوف باكو شايف في جواتيمالا وصل كام، أو الدولار بقى بكام شيلين زاني. المهم بسبب تدهور الحالة الاقتصادية دي كلنا تقريبا نزلنا درجة. يعني الغني بقى فوق المتوسط، الفوق متوسط بقى متوسط، المتوسط بقى فقير، والفقير غرق تقريبا. وكل ده ما منعناش إن إحنا ننظر على بعض برضه، بل بالعكس ده التنظير زاد كمان. يعني ممكن تلاقي 2 من نفس الطبقة بينظروا على بعض عادي جدا، زي مثلا عبد الرحمن أو شبيه مايلز. عبد الرحمن بينظر على كل سكان فيصل وان فيصل دي هي طبقات من الجحيم. هو عنده حق، هي فيصل طبقات من الجحيم فعلا، بس عبد الرحمن اللي بينظر على كل سكان فيصل ده هو مش قاعد في مفيده، هو ساكن في كفر هرمز، وكفر هرمز دي اكنه قاعد في مركز مطوبس بتاع فيصل. في الاخر اللي عايز اقوله ان احنا كشعب عامه تعبانين وقرفانين، وكلنا تقريبا زي بعض، وكلنا عندنا نفس علبه الجبنه الفاضيه في الثلاجه. انا ما عنديش، انا ما بحبهاش. كلنا بنحاول نحسن من نفسنا، فيا ريت تسيب الناس في حالها وتخليك انت في حالك. الفقير ربنا يغنيه، والغني ربنا يزيده ويبارك له يا سيدي. وسيبك بقى من علبه الجبنه الفاضيه دي عشان هي
موجوده في اي بيت عادي، واهم حاجه تفضل فاكرها دايما هي ان اتوبيس كفر هرمز هو اوسخ وسيله مواصلات ممكن تركبها في حياتك. اهو يعني انا كمان ما جبتش حاجه من عندي، وعرفتوا ان محدش عنده جبنه رومي في الثلاجه وبس. اي حد بيشوف الفيديو ده معاه فلوس زياده يبعت لي 20 جنيه انستا باي علشان اجيب علبه جبنه تانية، عشان انا نفسي في جبنه فيتا بالرومي. وهسيب رقمي تحت لاي حد عايز يساعد. ويا ريت قبل ما الفيديو يخلص تقولوا لي انا هجيب بواقي علبه الجبنه اللي تحت دي ازاي، علشان يبقى في شويه جبنه في القعر كده بقى نفسي اوصل لهم وما بعرفش. برمي علبه الجبنه بيهم وببقى بعيط انا برميها للاسف. فيا ريت لو حد عنده طريقه يقول لي، ويا ريت تعملوا لي سبسكرايب عشان انا بتكسف اطلب منكم، وتكتبوا في الكومنتات علبه الجبنه اللي عندكم نوعها ايه، وما تنسوش تدعوا على سهى. ويا رب ما يقع في طريقي عم محسن صاحب القهوه على اول الشارع، عشان ليه عندي 5 جنيه من الماتش اللي فات، ولو شافني هيطرني. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.